هوريكم دلوقتي مكان مش هتصدقوا انه موجود في لندن، واللي شافه قبل كده يا ريت يقول لنا شافه ولا لا. اللي محدش هيصدق ان موجود وبالتفاصيل دي. انا ماشي في الشارع فاول حاجه لقيتها ده بيقلي في الشارع، سالته هو ده اكل هندي؟ قال لي لا ده هندي على باكستاني على افغاني. اوكي. في لندن. اهلا بكم في الهند. لندن ساوث هول ستيشن، محطة كل التفاصيل فيها تقول انك في الهند، حتى التعليمات اللي مكتوبة للعمال اللي بيعملوا صيانة مكتوبة بالهندي، الاعلانات اللي على الاندر جراوند بالهندي، اللي قاعد في الشارع بالهندي، اللي ماشيين في الشارع كلهم هنود، المحلات اليوفط كلها مكتوبة بالهندي. الطريق زي في عندنا في مصر او في الهند بقى اكيد، واحد وقف لي ويقول لي عدي يعني المفروض اشاره وبتاع، لا لو وقف لي وشافني انا ما كنتش اعدي، كنت هستنى اروح الاشاره، راح وقف له وعامل لي بايده كده ويقول لي عدي عدي. الله العظيم. فقلت اتمشى في المنطقه اللي المفروض انها في لندن، بس لقيت يعني حاجات غريبه، تفاصيل غريبه، محلات ذهب بستايل هندي كتير، طب من 20 محل في شارع واحد، والعبايات والساري الهندي والفساتين الهندي، وطريقه العرض حتى في الشارع مختلفه. يعني لو حد عايش في لندن ونفسه يروح الهند ينزل يروح على ساوث هول ويشوف قد ايه التفاصيل في الثقافه الهنديه في المنطقه دي. اعتقد مفيش حد عايش هنا غير هنود. في اماكن كتير في العالم وفي كل الدول ليها علاقه بالبلد، زي مثلا تشاينا تاون، هنا في تشاينا تاون في لندن، بس مش التفاصيل دي، اخرها المطاعم الصيني، لكن كل حاجه ليها علاقه بالهند دي حاجه كانت اكسبيرينس جديده عليا. اصلا نادر جدا لما تشوفوا اريا فيها جامع يكون بمأذنه، يعني دي حاجه نادره جدا جدا يعني، بس عشان احنا هنا تقريبا في الهند وباكستان وافغانستان وكله في بعضه، فتقريبا هو عشان كده. اقول لك